ومحمد وآل محمد هم الذين خلقوا الخلق. إذا كان خلق الملائكة العظام بواسطة أنوار أهل البيت عليهم السلام، كيف نستصعب أن يكون خلق البشر بواسطة؟ الله عز وجل فوض إلى نبيه تفويض مطلق في الخلق والرزق، فخلق ورزق وقسم وأحيا وأمات بأمر الله بإذن الله. يعني أنت دا تدخل على إمام بيده الكون وبيده كل شيء، وإذا قال للشيء كن يكون. سر بازار ندارم من نالان آقا دل نالان، چگونم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی ثمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان